السلام عليكم متابعيني الغاليين، مساء الهنا والخير والسعادة. هعمل معاكي النهاردة البليلة باللبن من غير ما تنقعيها خالص ولا تاخد معاكي وقت. هتطلع معاكي كريمية جدا ولونها أبيض وسواها مظبوط جدا. طبعا أنا هنا بصورها وهي سخنة، لكن لما بتقعد شوية بتبقى كريمية فعلا، وبقى من غير نشا ولا أي إضافات ولا قشطة ولا أي حاجة. هتطلع معاكي طعمها حلو جدا وخفيفة، وبجد مناسبة جدا لأيام الشتاء اللي احنا فيها دي. جربي طريقتي وهتدعيلي. أول حاجة خالص استخدمت هنا نص كيلو غلة بليلة، بتجيبيها من عند العطار، بتقولي له عايزة غلة بليلة، وعلى فكرة سعرها بسيط جدا. ممكن كمان تجيبيها من أي هايبر جنبك بتبقى مغلفة. أنا هنا زي ما انت شايفة كده، دي كده شكلها بتبقى كبيرة شوية ولونها أصفر. طبعا بتبصي فيها كويس، لو في أي حاجة مثلا زي شوائب أو كده بتشيليها بتتخلصي منها تماما. وطبعا القش بتاعها ده لما بتغسليها أكتر من مرة بيطلع على وش المية، وطبعا بتتخلصي منه. هغسلها أكتر من مرة، حوالي 3 مرات. طبعا دي ايد بنوتي صغيرة، لازم طبعا تدي التاتش بتاعها ما شاء الله. بجد الأكلات البسيطة الشتوية دي بتعمل جو حلو قوي في البيت، بتدينا كده لمة ودفى. ما شاء الله، ربنا يبارك في ولادنا جميعا. طبعا هنا أنا غسلتها أكتر من مرة، زي ما قلتلك هتغسليها 3 4 مرات كويس جدا تحت المية، وبعدين تحطيها في حلة كبيرة. دايما لما تيجي تعملي الأكلات اللي هي بتزيد في الحجم استخدمي حلة كبيرة، زي مثلا العدس، الفول. وعلى طول بحط عليها 2 لتر مية من الحنفية ساقعة، مش سخنة بقى، ولا هتنقعيها ولا تسيبيها حتى ربع ساعة. يبقى نص الغلة هتاخد مني 2 لتر مية من الحنفية. شايفين ما شاء الله المية رايقة جدا علشان هي اتغسلت مظبوط. وبعدين حطيها على النار، نار عالية لمدة دقيقتين، لأن طبعا المية انتي اخداها باردة من الحنفية، فبتاخد وقت لغاية ما تغلي. فأول خطوة خالص في سواها المظبوط ان انتي بتبدأي بدرجة حرارة عالية، يعني بتفتحي النار على درجة عالية، وبتسيبيها لمدة دقيقتين. هتغلي طبعا وتبدأ بقى ان هي ايه تقلب كده. واول ما تغلي معاكي بتغطيها، وبتسيبي حتة كده مفتوحة من الحلة علشان انتوا عارفين ان هي بتفور وممكن تبهدلك الدنيا. وبتوطي النار خالص لمدة تلت ساعة. اخدت معايا بالظبط تلت ساعة، نار هادية جدا كأنك بتسوي الرز مثلا، وبتغطيها وبتطلع معاكي بالقوام ده. حبات الغلة نفسها بتفتح وبتفتح كده، وحجمها بيزيد، وبتتقل جدا معاكي زي ما انت شايفة كده. طبعا النشا بتاعها بيتركز، وده اللي انا عايزاه، علشان زي ما قلتلك انا مش هستخدم نشا خالص ولا اي اضافات. هتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده، ودي اول مرحلة في مرحلة السوا بتاعة البليلة بتاعتك. ما شاء الله هتزيد في الحجم، الغلاية نفسها هتفتح، والنشا بتاعها هيتقل جدا. امشي بالخطوات البسيطة دي علشان تطلع معاكي في الآخر مظبوطة. في المرحلة دي هنضيف السكر. أنا هنا نص البليلة أخد مني كوباية كبيرة سكر. وحاولي معلش في الوصفة دي استخدمي السكر الفاتح شوية، علشان ما تديكيش بس لون غامق أو لون أصفر. انت عايزة يبقى اللبن لونه أبيض زي ما هو، استخدمي سكر فاتح. وطبعا تغسلي البليلة كويس جدا وبتسويها على نار هادية. وبعد ما بتحطي السكر بتقلبيها كويس وبتغطيها تاني. هتاخد منك حوالي ربع ساعة مع السكر. بتسويها تاني ربع ساعة، البليلة مع السكر بعد إضافة السكر. وبلاش تضيفي السكر في الأول، في ناس بتضيف السكر في الأول وللأسف بتطلع سواها مش مظبوط خالص، لأن طبعا السكر من الحاجات اللي بتوقف السوا. فاستني لغاية ما تستوي وبعدين تضيفي السكر. تلت ساعة، مدة مظبوطة جدا لو النار بتاعتك هادية، وعلى نص كيلو غلة. وطبعا لو زودتي أو ضاعفتي الكمية طبعا بتزودي مدة السوا. ما شاء الله السكر هيبقى هيتقل، والنشا بتاعتها هتتقل أكتر، وهتستوي أكتر، وهتبقى مركزة جدا جدا جدا. في المرحلة دي هنضيف اللبن. أنا هنا بستخدم لتر لبن أو لتر حليب يكون كامل الدسم. لازم تختاري لبن طعمه حلو، لأن الوصفة دي بتعتمد اعتماد كلي على طعم اللبن. كل ما استخدمتي لبن طعمه حلو وطعمه مركز وكامل الدسم،
هيديكي طعم حلو للبليلة في النهاية، لان انا زي ما قلتلك مش هضيف اي اضافات ولا قشطة ولا منكهات طعم ولا اي حاجة خالص ولا نشا ولا اي حاجة. فلازم يكون اللبن كامل الدسم، وهتسيبيها ربع ساعة على نار هادية مع اللبن لغاية ما يتركز كده وتاخد من طعم اللبن ويبقى طعمها حلو، وتبدأي بقى ان انتي تقدميها. طبعا التقديم ده على حسب الرغبة اللي موجودة عندك هتستخدميه. ممكن تقدميها بعسل النحل كده من على الوش، ممكن تقدميها بمكسرات، تقدميها بأي صوص مختلف عندك، تقدميها بجوز الهند. ودلوقتي هقولك أنا قدمتها ازاي. وزي ما قلتلك ودايما وبأكد عليكي ان في قناتي هتشوفي كل الاكلات المجربة مليون في المية مرة واتنين وتلاتة، واللي اكيد ان شاء الله هتعجبك وهتطلع معاكي مظبوط جدا ومقاديرها مظبوطة جدا. انا قبل كده عملت الشعرية باللبن برضو من الاكلات الشتوية المماثلة جدا للبليلة ومفيدة جدا برضو. اتفرجي على الفيديو، هسيب اللينك بتاعه. ولو لسه اول مرة تشوفيني، انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. اتمنى ان انتي تشرفيني، وإن شاء الله يعجبكم كل فيديوهاتي وكل الوصفات اللي هقدمها معاكم. ودايما دايما بستنى تعليقاتكم القمر الحلوة جدا اللي دايما بتشجعني يا بنات، مش عارفة اقول لكم بتشجعني ازاي، وبتحسسني ان انا فعلا بقدم حاجة مفيدة لكل متابعيني اللي انا بجد بحبهم وغاليين على قلبي. اتمنى ان انتوا تسيبوا لي تعليقاتكم، وقولوا لي كمان في الكومنتس ايه الوصفة اللي تحبي ان احنا نشاركها مع بعض، واقول لك على طريقتي فيها ايه. انا هنا خلاص بقدمها، وكمان قدمتها في اطباق صغيره. وممكن على فكره تستغني خالص عن الاطباق وتحطيها في علب صغيره وبتتقدم بارده، بس طبعا في الشتاء اللي احنا فيه ده بنحبها اكتر سخنه. مش عايزه اقولك بجد عملتها، وعايزه اقولك الكميه ما شاء الله الكبيره دي ما قعدتش معايا يوم. الولاد بقت رايحة جاية كده عليها. حلو قوي لما بتعملي وصفات سهلة واقتصادية في نفس الوقت وطعمها حلو ومفيدة ومغذية، فتحسي ان الولاد رايحين جايين يلا بقى معلقة معلقتين، طب طبق طب طبقين. ما شاء الله مفيدة جدا وبألف هنا وشفا. انا هنا قدمتها بجوز الهند، وفي كمان تقديمة تانية هقولك برضو عليها. ممكن زي ما قلت لك تقدميها بأي طريقة انت تحبيها. قدميها زي ما انت عايزة، بمكسرات، بعسل، بسكر. هتقدميها بأي صوص عندك. انا هنا كان عندي صوص الشوكليت وصوص الكراميل، فاستخدمتهم برضو كده بتحطيها على الوش. بجد الولاد بيحبوا قوي التركات البسيطة دي. ممكن بقى كمان لو عندك شوكليت خام ممكن تبشريها وترشيها من على الوش برضو، هتبقى حلوة جدا وهتبقى لذيذة قوي. وكمان هنا برضو كان عندي صوص الكراميل زي ما قلتلك استخدمته برضو. يا سيدي، يا عيني، كان نفسي تبقي معايا وتشوفي اللحظة دي تحفة. الطعم والريحة والقوام واللون ملوش حل. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وشير كتير جدا، واشوفكم على خير وبألف هنا وشفا.